لا يزال الخير حيا لا يزال إن في الدنيا سلاما وظلال أخبر الأيام أنها في وصال قم بنا وانظر لآيات الجمال قم بنا وانظر. لسوف أويب أقبل رأسك الزاكي أبثك كل أشواقي وأرشف عطر يمناك أمرغ في السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبعد نرحب بتلاميذ متوسطة الإخوة الطاهر جبار ببوقادير مع الأساتذة تاعهم، ونشكرهم على هذه المبادرة الطيبة اللي قاموا بها إلى ديار العجزة بوادي الفضار، وهم مشكورين جزيل الشكر. والآن يتفضل السيد غزالي عبد الكريم لإلقاء كلمة. بارك الله فيكم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله. نشكر كل القائمين على هذه المبادرة الخيرية. بارك الله في الأساتذة وفي التلاميذ وفي قطاع المؤسسة كامل، الحضور اللي راهم حاضرين معنا. الشيخ مصطفى بارك الله فيكم. نشكر الجميع على الحضور اليوم المبادرة، ونشكر مدير دار المسنين على هذه المبادرة. اليوم جبنا التلاميذ راكم كامل هنا، وهذا خير دليل. هكذا أول حاجة اللي ماذا بيا لو كان تروحوا بها منا مقتنعين بأنه لكم والدين هكا، وراكم شايفين كيف ماذا بيا أي أول حاجة لنا تروحوا منها أنكم متيقنين بأن هذا والديكم، وكيما رفدوكم والديكم ترفدوه. هذه أول حاجة نهضروا عليها. ثاني حاجة الناس أنا راكم نشكركم على كاع شا قدمتوا، وعلى نطوا وطحتوا على كلش. بارك الله فيكم، وربي يجعلها في ميزانات حسناتكم إن شاء الله. ونشكر نترك الكلمة للمدير يتفضل. شكرا. بسم الله. باسم الخاص، باسم المقيمين ومقيمات المركز، باسم عمال وعاملات المركز، نشكركم جزيل الشكر على هذه المبادرة الطيبة. نتمنى من التلاميذ ياخذوا عبرة من واش يشوفوا في المركز. ومرحبا بكم، يعطيكم الصحة. المهم هذه الهدية المتواضعة إلى السيد مدير المركز. والأستاذ خليفة بهرية خدم له شيخ، خدم عنه. الهدية الأولى تقدمها أعراب خولة للأم هني. هني فلتتفضل مشروع. كلمة تفضلي. نرحب بكم واهلا وسهلا بكم، وتفضلوا في كل وقت، واحنا بينا معنا كل يوم نسي ومصطفى والشيخ، وربي يسترهم منا. كما
كما سبق واشرنا ان هذا هو دينه. احنا ندعو لهم ربي اللي راه مريض ان شاء الله يشافيه، واللي راه ان شاء الله راه بعيد على اهله ان شاء الله يرجع. وان شاء الله تكونوا كاع ان شاء الله كاع تكونوا عبره، ونهتموا بوالدينا ان شاء الله، ونديروا لهم احسن ما دارونا. هكا والديكم ثم والديكم ثم والديكم. هكا هيا ربي يجازيكم ان شاء الله. امين. قال لي ما نستاهلش هضرت معاه دابا. إذا ان شاء الله. ان شاء الله. مقالة لا زلت مدكرا بها دهري، محال أن ترى صدرا أحن عليك من صدري، محال أن ترى صدرا أحن عليك من صدري. سوف أعود يا أمي أقبل رأسك الزاكي، أبثك كل أشواقي وأرشف ودي بين أنفاقي، أروي الترب من دمعي سرورا في محياقي. ربي ينجحكم ويحفظكم ويستركم ويجزيكم العقبة وتهلاو في مواتكم قوي مواتكم ويا سلطانة الدار. باركوا. هذه بلا ما تقوليها. لا أنا كاين اللي عاصم بارك بلا ما تقوليها. وقولي لهم لازم دائما تجي تشوفونا. هيا قولي لهم وصيهم. وميدكم وروحوا مع مصر. إن شاء الله يا شاء الله يا رب. إن شاء الله. الله يمسك لا لا تشوفوا لما نكفر. يعني هذا العمل اللي قمتوا به ما يقومش به أي إنسان، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا أحب الله عبدا استعمله. قالوا يا رسول الله وكيف يستعمله؟ قال: يجعله في مواطن الخير. يعني أي إنسان ربي ما يعطيش هذا العمل أو هذا النبذة تاع الخير. يعني والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: للجنة 8 أبواب. الجنة فيها 8 أبواب، فيها 8 بيبان. هذه البيبان 8 كاين ناس يدخلوا من أيهما باب شاء. يعني هذا الشاب ولا هذا الرجل هو يختار الباب اللي يبغي يدخله من بين هذه الأبواب 8، وهي إدخال سرور على مسلم. يعني بهذا المجيء تاعكم وبهذا الفرحة اللي دخلتوها في قلوب آبائنا وأمهاتنا المسنين، راكم مأجورين، راكم مأجورين إن شاء الله، والله يبارك فيكم والله ينجحكم في الدنيا وفي الآخرة، وما كاش كما نجاح الآخرة إن شاء الله. جزاكم الله خير وبارك الله فيكم والسلام عليكم. يزال الخير حيا لا يزال، إن في الدنيا سلاما وظلال. أخبر الأيام أنها في وصال، قم بنا وانظر لآيات الجمال، قم بنا وانظر لآيات الجمال. كن كما غيث على الأفياء ماطر، صوته يروي قلوبا وخواطر، نفعه عم البوادي والحواضر. قم بنا وانظر لآيات الجمال.